باعوا البيت. تمام. والمالك الجديد عايز عرض على السكان فلوس، والفلوس اللي عرضها قليلة ما تجيبش حاجة، فقرر انه يهد البيت على الناس او يبتدي يكسر فيه عشان الناس تخاف وتمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي المعسلين، حبايبي المسكرين، حبايبي المقطقطين، يومكم كله خير وبركة وسعادة. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا كان عندي نعناع غسلاه ومنشفاه، فقلت يا بنتي يا نصرة طبعا النعناع يا جماعة ما بنفركوش عشان ريحته ما تروحش، احنا بنشيله بس كده من العيدان بتاعته وبنحطه في بطرمان محكم الغلق عشان ريحته، وبنشيله نستعمله بقى على الشاي، نستعمله على كنعناع بس. ولما بنيجي نستعمل النعناع كتير مننا بيغلي ويقول لك، ولكن البخار اللي بيطلع هو ده اللي ما بيبقاش الفايده بتاعته ما بتبقاش موجوده. فنعمله كشري يا جماعه، نغلي الميه، نحط النعناع في الكوبايه ونغلي الميه ونحط الميه على النعناع ونغطيه عشان الريحه الزيوت الطياره بتاعته ما تطلعش، اللي هو البخار يعني، عشان نستفيد بيه. يا ريت اكون بفيدكم بنسبه 1%. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا انا بروق المطبخ. النهارده كان هو يوم الاثنين النهارده. زي ما قلت لكم كده كنت صاحيه الفجر، يعني زعلت طبعا ان انا صحيت والفجر بيقول الله اكبر، مش عادتي. يعني الطبيعي ان انا كانت بيبقى نيتي ان انا اصحى قبل الفجر بساعه او بساعتين، استغفر رب العالمين سبحانه وتعالى، وده طبعا بتبقى حاجه جميله جدا، وبيبقى توفيق ورضا من رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. صلوا على النبي حبايبي الغالين. حطوا الفيديو لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وقوموا كده اتنشطوا وروقوا كده بيتكم. كنت عايزه افتح بس الساعه 6 الصبح، مجنونه انا، او 6 ونص الصبح. قلت يا بنتي يا نصر تفتحي بس، انت هبله ولا هطله؟ تفتحي بس ايه؟ ده تلاقي الناس نايمه، انها تصبح الناس تفتح تلاقي ما حدش هيشوفك. فما رضيتش بقى، قلت خلاص، قلت بقى ايه، اقوم كده اروق. وزي ما انتم شايفين الضرفه عامله ازاي، لا تسر عدو ولا حبيب. نظافة من وجهة نظري أنا كنصرة، أو أي مكان أنا روحته في يوم من الأيام أشتغل فيه، النظافة هي الترويق. نص الشغل هو إيه؟ نص الشغل هو الترويق يا جماعة. ضرفة زي دي شايفين، كان فيها عفار وكانت وحشة، مجرد بس مرتبناها ترتيب بسيط كده وشلنا العفار اللي حواليها بقت زي الفل، ما بقى مفيش مشكلة. فالقصة كلها ان ايدينا تبقى في الحاجة، زي الادراج زي كل حاجة. دلوقتي هنضف معاكم الدرج بتاع البصل والثوم. انا جبت كيلو بصل وكيلو بطاطس، فهنضف الدرج مع التربو بتاع البصل. وفي ناس كتير بتعمل بقى غلطة مش حلوة. غلطة مش حلوة. ايه الغلطة اللي مش حلوة؟ دايما التربوهات اللي هي الحاجات المخرمة اللي بنحط، الخوص دي اللي بنحط فيها البصل والثوم، تيجي الناس تقولك عشان العفار والفتافيت ما تنزلش نحط كيس بلاستيك. ده يا جماعة بيعمل عازل ويخلي البصل والبطاطس تعفن، لان ما بيخشلهاش تراوة، ما بيخشلهاش تهوية، فبالتالي بتبوظ. فخسارة، ليه نبوظ الحاجة؟ شارينها بفلوس، فحرام. يعني كيلو بصل ب15 جنيه، كيلو بطاطس ب15 جنيه، وبرضه ده كده رخيص، بكرة هتغلى ان شاء الله يعني. فليه نبوظ الحاجة؟ هنا بقى دخلت على الدرج وهوريكم الدرج اللي انتوا يعني انا عايزة اقول ان الشغل كله في البيوت مش تفضلي تشيلي وتكب ميه وتغسلي وتعملي، لا. الشغل هو ترتيب. ويعني درج زي ده هوريكم، مش باين ان هو ديرتي، مش باين ان هو، بصوا اهو، بصوا انا قربت منه اهو. ده دقيق وفتافيت وما بتاع داخله في الدرج. طيب الفوطه دي انا جبتها، شطفتها، هي نظيفه، حطيت فيها شويه ميه وخل منديه كده. هنمسح ونشيل كل الكلام ده ونحط ده الشغل بتاعي كله النهارده في المطبخ. عايزه اقول لكم الست اللي انا كنت عند في كمان العبايه بتاعتي يا جماعه. انا ما عنديش غير عبايتين. ايه يا نصر طلعت تشحتي وتتسولي؟ لا والله لا، مش تسول ولا شحات. العبايتين الزرقاء والزيتي دول طراي عليا. انا عندي عبايتين سمر. صراحه انا ما عنديش لبس كتير، لاني انا ما بحبش يكون في لبس كتير في البيت يعني لبس تبص لا الدنيا مكدسه بالهدوم والهلاهيل وبتاع، ملهاش لازمه. فاللي انت مش محتاجاه له وسعي. تاني اول هام هتبقى الدنيا رايقة عندك، وهتبقي انت نفسيا الدنيا مش مكركبة، فهتبقي الدنيا بسيطة وسهلة. دي حاجة. الحاجة التانية،
الهدوم اللي انت مش محتاجاها غيرك محتاجها، يعني غيرك محتاجة، غيرك ممكن ما يكونش عنده فمش محتاج يعني محتاجها، فوزعيها عشان ربنا سبحانه وتعالى يجبرك خير وتاخدي ثواب بإذن الله إن شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين الدرج برضو مش نظيف، وفي حاجات محطوطة فيه مش تبعه. المدق ده بتاع لحوم او فراخ او ايا كان، ولكن هو مش داخل في درج المعالي، ما بعرفش اقفل درج المعالي، لكن هنشوف له مكان. فالمهم عايزه اقول لكم الفيلا اللي انا كنت كانت الست التركيه اللي كانت مربياني، منكم طبعا عارف القصه كلها، الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها. فات على الوقت ده اكتر من 50 سنة، 50 سنة يا جماعة فاتهم، ولكن الواحد مش ناسيها. الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها، مش ناسي الخير اللي عملته معايا. الله يرحمها يا رب ويجعل الجنة مثواها. الله يرحم أموات المسلمين يا رب العالمين. الله يرحم أموات المسلمين ويغفر لهم يا رب، وتهدي كل عاصي وترزق كل محتاج وتشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يستركم في الدنيا والاخره ويجعل ايامكم كلها خير وبركه وسعاده. هنا انا حطيت تحت التربو بتاعه دي، حطوا كيس بلاستيك او تحطوا، انا حطيت الصينيه البلاستيك الصفراء اللي حطيتها من تحت عشان هتلاقوا، بصوا وانتوا بتفتحوا هتلاقوا اي نعم زباله وفتافيت وحاجات بتطلع، مش مشكله، حطوا تحتها لما تيجوا تنظفوها حطوا تحتها، بس بلاش كيس بلاستيك او اي حاجه او ورقه، عشان ما تقفلش الهواء اللي داخل يا جماعه، عشان الحاجه ما تبوظ. الحاجه دي محتاجه تتهوى عشان ما تعفنش. هنا زي ما انتوا شايفين نزلت الحاجه بعد ما نضفت التربوهات. طبعا الست دي ما كانش ليها وريث، فكان الفيلا بسم الله ما شاء الله كم قيراط، الفيلا كانت كبيره جدا. انا عايزه اقول لكم من غير مبالغ، الشقه اللي هي 70 متر اللي انا فيها حاليا دي، المطبخ بتاع الست والحمام قدها. تخيلوا بقى، المطبخ والحمام بتاع الفيلا اللي انا كنت فيها صدقوني قدها. طبعا انا ما عرفتش اوطي او ما قدرتش ان انا اوطي عشان مش احلى حاجه، فقعدت كده في الارض عشان ايه يعني ايه ما تطلعش المواهب بتاعتي في الفيديو. تمام. المهم الفيلا دي كان ليها اجمل ايام واحلى ايام، ياه لو الزمن يرجع، يا لو الزمن يرجع، احلى ايام قضيتها. تصدقوا بالله، هتصدقوا ان شاء الله، انا يا جماعة رغم ما مريت من حاجات كتير مش حلوة في حياتي، الا اني بحس ان انا محظوظة. في اول حياتي وانا طفلة ربنا سبحانه وتعالى كرمني بناس طيبين، كرمني بالست اللي هي ما كانتش امي ولا تقرب لي اي حاجة، حنت عليا وطبطبت عليا وربتني واطعمتني وغذتني، الله يرحمها ويجعل الجنة مثواها، امين يا رب العالمين. وناس كتير قابلتهم وانا سني صغير، لحد سن 17 سنة كنت بقابل ناس مش بحس ان هم ناس، بحس انهم ملايكة. ولغاية دلوقتي والله العظيم انا بفتكرهم اكتر ما بفتكر اهلي. في ناس هتقولي يا نصر، يا جماعة مش بكره اهلي، بس انا بفتكرهم لانهم عملوا حاجات مش اهلي ولا يقربوا لي، لكنهم حنوا عليا، طبطبوا عليا، كنت جعانة أطعموني، كنت تعبانة عالجوني، كنت محتاجة حنية حنوا عليا، الله يرحمهم يا رب ويجعل الجنة مثواهم. العباية دي أنا فعلا فعلا زعلانة عليها، زعلان لأنها طرية وحلوة. شايفين كنت بعمل معاكم روتين، وكنت كبة كلور في الأرض من اللي هو الرخيص ده، ولكن للأسف طبعا أنا ما ينفعش إن أنا أرفع العباية أو الجلابية عشان ده طبعا غلط وحرام. فاللي حصل إنها بعد ما غسلتها وما خدتش بالي، بجيبها ناشفه البسها، لقيت ديلها عامل كده. زعلانه فعلا عليها لاني مش لاقيه زيها. بعدها بسنه انا جبت عبايتين نفس الخامه، ولكن للاسف فيهم عيوب كتير. رحت كمان عشان اقصرهم او اوضبهم او اعملهم، لقيتهم الراجل الترز اللي بيعمل حاجه بوظهم لي، خلى ناحيه طويله وناحيه قصيره، عامله زي الهطله فيهم زي الهبله فيهم. خدتهم وراحوا الحال سبلهم. الصراحه تقريبا اديتهم لبنتي، الله يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعافيها ويشفي مرضى المسلمين. فما استفدتش بيهم، يعني اول ما جبت لبستهم لابسه وكرهتهم لانهم مش مظبوطين عليا. واحده عامله زي الشوال، انا عامله زي الشوال عليا، والتانية وحشه قوي. ده يا جماعة زي الأكياس دي ب5 جنيه، عاملة زي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي، عاملة زي الجنرال. بس على فكرة ريحتها مش قوي، ريحتها مش قوية قوي، أي كلام بيعملوه.
فيعني انا جبت الكيس كده، قلت المع بيه الرخامه واعمل شويه في الارض، اعمل الارض. فاللي فيكم يا جماعه يعرف اعالجها ازاي يبقى جزاء الله كل خير. والله هم اكتر اتنين بلبسهم، الزيتي والزرقاء، لانهم خامتهم حلوه ومظبوطين عليا. زي ما قلت لكم جبت اتنين بعديهم بسنة في صيف كده السنة اللي فاتت تقريبا ووزعتهم. وعندي بصراحة عبايتين سود، واحدة ضيقة والتانية اهي. وبصراحة الاسود بيحرر وبحس كده انه يعني ما اعرفش يعني. انا بحب البس الحاجة السهلة البسيطة، احب البس الحاجة السهلة البسيطة. ولو معايا ملايين عمري بصراحة مش بخل ولا حاجة. اهم حاجة يا جماعة الهدمة تستر الواحد. ما احبش اجيب الموضة والاوضة والبهرجة والمهرجة. البس الحاجة اللي تسترني وابقى مرتاحة فيها، بس ما بقاش مبالغة في الاسعار وفي الالوان وفي الحاجات دي. فقولوا لي كده، الله يرضى عليكم ويستركم في الدنيا والاخرة. ليها علاج ولا ملهاش علاج؟ الله يستركم يا رب. وهنا بقى باقي شوية كبهم كده في الأرض. وكمان رجل الرخامة دي لما بتبقى فيها تراب كده وبيضة ومجيرة بتبقى غيظاني جدا. فأنا هقعد معاكم في الأرض أبل الفوطة وأروح عاملة الحتت دي، لأن أنا أحيانا بتبقى الحاجة قدامي ببقى عايزة أنضفها لكن مش مالكة أنضفها. وببقى متكادة، فأحب إن أنا أقعد كده وأنضفها كده سنة سنة. الناس الكبار بقى كل المهم عايزه اقول لكم ان البيت الست طبعا توفاها الله، الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها. وجي الورثه باعوا الفيلا. باعوا الفيلا لواحد، والواحد ده عايز يهد الفيلا، عايز يهدها ويبني مكانها بقى برج وهي في حته راقيه وكده. طبعا عرض على السكان اللي في الدور الارضي، كانوا كلهم ماتوا فيش غير البنت. بنتهم ست بنت كبيره يعني ربنا ما كرمهاش بالزواج. عرض عليهم، وفي الجنينة كده في جنايني مات، وعياله اتجوزوا قاعدين في الأوضة وبتاع. المهم يعني عرض عليهم فلوس بسيطة، قالوا له هنروح فين؟ مفيش مكان. ادينا فلوس عدلة عشان نشوف مكان. قال لهم لا، طب مش موافقين، انا هدي البيت عليكم. وابتدى فعلا جاب بلطجية قعدوا يكسروا في الفيلا. والفيلا متينة وجميلة بعفشها بكل ما احتويتها بكل ما فيها عشان يكسرها عليهم. هل ده يرضي ربنا؟ طبعا هو واخدها عشان يتاجر فيها، بس كان ممكن يستغلها في حاجات تانية كتير. كان ممكن يأجرها لأن هي حالتها كويسة جدا. ولكن الطمع زي ما بيقولوا يقول لي ما جمع. ايه اللي حصل؟ مات. هو مات. وعياله باعوا البيت لحد تاني معرفش لا يهد ولا يعمل، وبرضه مات. فسبحان الله، سبحان من له الدوام، سبحان من له الدوام. الطمع فعلا يقل ما جمع. بحبكم في الله، اشوفكم على خير. ايه رأيكم في النظافة والجمال ده؟